السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم كامل بصحة وعافية إن شاء الله يا ربي. اليوم حبايبي جيتكم بوصفة المقروض مرمل وهشيش ومعسل، يعني روعة. كما راكم تشوفوه هنايا في الفوطو كي راه مرمل وكي راه يعني ذهبي اللون تاعو وطري في نفس الوقت، ماشي يابس وما يتشقق ما يغبنك في الطياب. تاكلي بالصحة والهنا ان شاء الله حبايبي، وان شاء الله شهيتكم في الجنة. نبداو بسم الله. جيبي جفنة ولا قصعة، المهم جيبي إناء يكون واسع اختي، لأنها الخدمة هذه تتطلب يكون عندك معون واسع، ما ديريهاش في حاجة ضيقة. جيبي 3 كيلات، خيري أي كيلة تحبيها. أنا هنا خيرت الكيلة نتاع الغرفية هذه، منش راح ندير كونتيتي كبيرة. درت 3 كيلات نتاع سميد أنا اللي عندي ماشي خشين، زعما متوسط. وديري ربع كيلة فرينة، 3 كيلات سميد متوسط وربع كيلة فرينة. ديري شويه ملح، الملح ديري عينك ميزانك، ما تملحيش بزاف، يعني ماشي كيما الكسره ولا ملح، غير شويه. وديري له مغرف سكر، مغرف ولا 2 مغارف سكر كيما تحبي. السكر هنايا يعطينا واحد اللون هكا احمر وذهبي كي طيب العجينه تاعنا، كي طيب المقروض نتاعنا راح تشوفوا لون هايل، خير ما يعود اللون تاعو ابيض يعني. وخلطي النواشف في بعضها كيما راكي تشوفي هنا. كاينين اللي يزيدوا له لافاني، انا ما نحبش نزيد له لافاني صراحه، نحس بلي المقروض التقليدي الاصلي يكون بلا القو تاع لافاني. كيما قلت لك اختي، خلطي النواشف في بعضها، ومن بعد جيبي السمن نتاعك دفيه ذوبيه، ما يعودش سخون اختي، يعود دافي. جيبي الكيله نفسها عمريها بالسمن ونقصي منها اصبع، وكملي هذاك الاصبع بالزيت، فهمتيني اختي؟ بشرط انه السمن نتاعك ما يكونش سخون حنونه، الا كان سخون راح يفزد لك هذا الخلطه كامل وراح ما تصلح لكش. كما قلت لك اختي، ومن بعد خلطي هذاك السمن وليدام دخليه مليح في السميد نتاعك. نعاود لك حنونه 3 كيلات نتاع سميد، 4 كيله فرينه. الا كان السميد نتاعك خشين بزاف ديري نص كيله فرينه. 3 كيلات سميد و4 كيله فرينه، مغرف سكر مغرف ملح، وجيبي كيله نقص اصبع سمن ذايب وكمليها داك الاصبع اللي ناقص كمليه بالزيت. واحكمي اختي ادلكيه، هنايا هي لاستيس نتاع انه المقروض يصلح لك ولا لا. ادلكيه بيدك اختي، ادلكيه فايت 20 دقيقه، ماشي 2 دقائق ولا 3. لا اختي انا نقول لك الصح يا حنونه. شوفي حبيبتي، قد ما تدلكيه قد ما راح يصلح لك المقروض نتاعك، قد ما يدخل لك ليدام هذاك في حبيبات الدقيق وحبيبات الطحين قد ما راح يصلح لك المقروض نتاعك. دلكيه حتى تحسيه يخرج واحد لاموس. اللون الاصفر هذا نتاع السميد يروح، يتحول اللون نتاع الخليط هذا الابيض نوعا ما، شغل تعود فيه واحد الكسره. حكيه اختي بايدك، حكيه بالراحه نتاع ايدك حتى تحسي باللي راهي واحد لاموس خارجه، يتحول القوام نتاعو كريمي. شوفي اختي، من بعد اشاك فوا سيديري هكا كويره باليد تاعك، كوريه هكا وشوفيها اسكو متماسكه ولا لا. قد ما تتماسك لك هذيك الكويره قد ما تكون طريه، معناها راكي لاحقه القوام المطلوب. هكا كوريها ولوحيها يعني على فوق الخليطه تاعك، وشوفيها الا تفتحت معناتها لا. كما كي تشوفي هنا، شوفي انا كيفاه الخليط تاعي بدا يولي طري، يعني كانني دايرت له الماء، وانا راني لسه ما درتلوش الماء، درت له غير ليدام في بعضها. شوفي حنونه كيفاه راني نتاستي انايا هنا. ونورمالمون راكي تلاحظي في الفيديو، هاني دايرته لك بجوده مليحه الفيديو، راكي تلاحظي في اللون نتاع الخليطه نتاعنا تغير، راحت له هذيك الصفوريه الحامقه. الا حبيتي قارني بين البدايه واللحظه هذه وتحسيه باللي شوفي كيفاه ولا طري ولا كانني دايرت له الماء. ومن بعد كي توصلي المرحله هذه جيبي الماء، جيبي نص كيله ماء وكملي النص كيله الاخرى كمليها بما الزهر. ديما اختي نفكرك نخدمه بنفس الاناء، يعني ما نغيروش الاناء نتاعنا. واحكمي شمخي الخليطه نتاعك اختي، كي تشمخي ما تشمخيش فرد خطرات كبي، لا لا، بقاي شمخي كيما يقولوا، رشيها وخلطي، رشيها وخلطي، وكي تخلطي خلطي كلش مع بعضها، ما تبقايش زعما تحكمي على زعما على بارتي باين تبقاي تعجني فيه، لا لا، شمخي كامل وامزجي مع بعضها حتى توصلي المزيج هكا القوام نتاعو كيما يقولوا طري، ماشي طري بزاف وماشي يابس بزاف. المره الاولى كي تحسيه طري ومن بعدها ويبدا يشرب في هذاك الماء، يشرب الماء حتى يوصل القوام المطلوب.
الا حسيتي يا اختي باللي السميد نتاعك ما يشربش، ما تكمليش الكيله كامل نتاع الماء. انا هنا السميد نتاعي يشرب كما راكي تشوفي هنايا. انا هنايا وصلت للقوام اللي مطلوب. خلاص نحبس من الخليط هذا، من الخلط، وما نعجنش الخلطه تاعي، ما تعجنيهاش اختي. الا تعجنيها راح تطلق الغلوتينات وراح تفزت لك. غطي العجينه تاعك، غطيها بسيلوفان، غطيها مليح، لازم ما يدخلهاش الهواء طول. وزيدي غطيها بمنديل، حطيها في مكان بارد، حطيها في الفريجيدار، ولا حطيها في لاشومبر اللي فيها كليماتيزور، وخليها اختي تبات ليله كامله. شوفي تقدري تخدميها في نفس النهار، بصح كي تخليها تبات راح تجيك احسن واحسن. هنايا انايا الغدوه من ذاك جبت التمر تاعي، راح نريقلو الغرس كيما نقولوا حنايا، راح نحيلو القلب نتاعو. لازم تنحيلو القلب، نحيلو كش ما كاين زعما اي شوائب في في هذه لافارس، هكا نحيها ما تخلي فيه والو. والا عندك الجاهز هذايا اللي منقي ومريقل، هاي احسن واحسن. انا هنايا راني درت لي زيطاب كامل باش اونكا او تعود وحده ما عندهاش كيما يقولوا ما عندهاش الغرس هكا منظف ومنقي، يعني تعرف كيفاش دير. ديما المبتدئه ما تعرفش لي زاستيس كامل. واختي هنا نقول لك، الا كان الغرس نتاعك يابس، الا كنتي حطاتيه في الفريجيدار ويابس وتعبك في الخدمه، روحي حبيبتي ديريه فور 2 دقائق 3 دقائق الماكسيموم 3 دقائق، ونحيه من الكسكاس نتاعك واخدميه، راح يكون طري وراح يعطيك الطوع في الخدمه، يعني ما راحش يغلبك ولا يتعبك. كما راكي تشوفي هنا انا راني نقي في التمر تاعي، نقيه مليح ما تخلي فيه حتى حاجه. ولاننا من بعد راح نزيدو نعجنوه ونريقلوه، لازم يكون طري نوعا ما. انا هنايا نحيته قبل بنهار من الفريجيدار، نحيته خليته في حراره الغرفه عادي، حراره المطبخ نورمال، ومن بعد خدمته. كي كملت هنا نقيته، هاني مسحت البلون دو ترافاي تاعي مليح، وراح نعجنو الان، راح نعجنو مليح. واشاك فوا تلقاي قلب هكا نسيتيه ولا نحيه، اعجنيه اختي مليح 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 كيما وصيتك. الا لقيتيه يابس شويه فوريه عادي. ومن بعد انا نعجن وندير ما الزهر، نعجن وندير ما الزهر. ما الزهر ما تكثريش، غير رشي برك، رشي اشاك فوا مسحي بيدك واعجني بها هكا باش يعني شغل يجي طري، لانه ما لازمش يجي يابس. غير على بالك حنونه، لازم يجي طري شويه، ماشي طري بزاف مي طري شويه برك. واعجني اختي بما الزهر هنايا، دلكي حتى يتحول لهذا القوام. انا هنا دلكته تقريبا 10 دقائق. بعد ما توصلي لهذا القوام تحسيه نضاف وصايي، ديري له شويه جاجلانيه، انا درت جاجلانيه ماشي محمصه، وديري له شويه قرفه. الا ما تحبيش القرفه تقدري تستغني عليها خيتي، ديري شويه جاجلانيه وشويه قرفه. والا عندك الطيب كما يقولوا القرنفل مطحون، ديري. انا هنا ما عنديش، هو القرنفل اللي طبعوه يزيد فيه النص. الا ما تحبيش عادي اختي، هذه الامور راها قضيه اذواق. بعد ما تكملي ديري شويه سمن في يدك وابقاي كما يقولوا دخليه فيه غير شويه ما تكثريش، هكا باش يعطيه واحد النكهه مليحه ويعطيه قوام مليح. سمن ولا زبده ولا زيت اللي عندك خيتي عادي طول. كما راكي تشوفي هنايا انا هاني كملت لافارس نتاعي ريقلتها، وشوفي القوام نتاعها كيف راها وتكستور نتاعها كيف راها. الان نحل طريقه التحضير. راح نخدم انا بالمول هذا تاع المعمول، وراح نخدم بالطابع العادي نتاع المقروض العادي، معينات العاديه. راح نوري لكم الطريقتين كيفاش يكونوا. نبداو بهذايا المدور، طابع المدور. اخدمي كريات تعود حجم وزن الكريه 12 الى 13 غرام، يعني ما تكونش كبيره ما تكونش صغيره. انا هنا ما استعملتش الميزان، يعني ديما انا عيني ميزاني كيما نقول لكم، يعني بالخبره وبالكثره الاستعمال تولي تعرفي تقيسي بعينك وبيدك. والطابع الاخر نخدموا له حربوش. الحربوش نتاعو يعود القطره تاعو 2 سنتيمتر. كما راكي تشوفي اختي، وجيبي العجينه نتاعك اللي خليتيها ديجا تبات. صراحه البنات انا ما نكذبش عليكم، انا كنت معوله نخدمها الغدوه من ذاك وما حالفنيش الحظ حبايبي، صرا لي هكا ظرف طارئ والحمد لله خرج على خير. خدمته بعد يومين بصح ما صرا له والو. صدقوني المقروض قد ما تخلوه يبات قد ما راح يجيكم مليح. مهم انه يكون في مكان بارد، وقبل ما تخدموه اجبدوه بساعه ولا ساعتين من الثلاجه تاعكم، ماشي في المجمد، في الثلاجه برك. وهكي تشوفي اختي هنايا اني درت كويرات، الحجم تاعها يكون ضعف الحجم هذاك تاع الكويرات الصغيره. يعني ديري كويرات كما يقولوا تكون متوسطه الحجم، ما تكونش هكا كبيره وما تكونش صغيره، نورمال.
باش دوكا نديرو فيها الحشو هذاك اللي خدمناه. وراح نبداو بالطابع المدور. بعد راح نبداو بالطابع تاع المعينات، راح نخدموا الطابع المدور. تابعوا معايا لي زيتاب، والى عندكم اي تساؤل حبايبي خلوه لي في الانستغرام ولا تواصلوا معايا في الفيسبوك. راني نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. احكمي الكويره نتاعك، افتحيها بهذه الطريقه ودخلي فيها الكويره الصغيره وطميها بالعقل، حيث انها تكون الكريه الصغيره في القلب، يعني ما تكونش هكا خارجه، ولا لازم تكون في القلب حبيبتي. ولميها مليح، طميها وخرجي منها الهواء بالبيان، لازم الهواء ما يعودش كاين طول. وطميها بشويه، ما تخافي. شوفي انا العجينه كيف راها عاطيتني الطوع، كي راني خليتها تبات وارتاحت مليح وتجانست بيان، كيف راهي خليتني نخدم يعني نورمال. وشوفي خيتي دخليها في الطابع تاعك ولضي عليها بصباعك مليح، لضي اختي ما تخافيش، راهو ما يلصقش المول هذا، ما يلصقش. والعجينه تاعنا ديجا فيها ليدان بزاف ما تلصقش. ومن بعد قلبيها، حطيها على لي بلون دو ترافاي، حاولي انها تكون القاعده على قاعده المطبخ، سطح المطبخ، وخرجيها بشويه وما ديفورميلهاش الشكل تاعها. شوفي كيفاه جاي يعني رائع ما شاء الله. حطيها فوق البلاطو تاعك اللي تكوني ديجا درتي له شويه زيت. شوفي اختي اخدمي بنفس الطريقه. يعني شوفي اختي انا نشرح لك، وديجا هو الفيديو بلا شرح راهو ناطق، يعني بلا ما نشرح انا بلا ما نفهمك الفيديو، راني مدايرت لكم لي زيتاب بالتفصيل الممل، ومبطئت لكم الفيديو باش تشوفوا كامل يعني مليح. كما راكي تشوفي اختي هنا عاودي نفس الطريقه. المهم نوصيك حنونه، خرجي الهواء مليح، الهواء خرجيه مليح من الحبه تاعك كي ديريها، ما تخليش الهواء، الا خليتي الهواء راح يتشقق لك المقروط. كيما راكي تشوفي. والعجينه تاعك الاخرى تعودي مغطيتيها، ما تخليهاش عريانه هكا باش ما تيبسلكش. كيما راكي تشوفي اختي هنايا انا درت حبات مدورين. انا ما كثرتش من الطابع هذايا تاع المعمول، لانه صراحه يدي لي لا فارس بزاف، يدي هو الحشو بزاف ماشي كيما الاخر. وانا هنا ما كانش عندي كونتيتي كبيره نتاع الغرسه، كي شايفه عندي غير كونتيتي صغيره، يعني قدها قد ما تكفيني. خدمتكم حبات بهذا الطابع باش تعودوا عارفين، يعني تحب وحده تغير، تحب وحده تبدل، تحب اللي تحب دير تقليدي دير. دوكا نوصلوا للمرحله الثانيه. كما راكي تشوفي اختي، والا راهي عجبتك الوصفه، والا راكي فهمتيني، والا راكي شايفتيني بلي نستاهل انك تدعميني، ما نقولش لاختي اشتركي بالسيف، ولا إلا كشفتي نستاهل، وإلا حبيتي تشجعيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس هكذا باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. وخلي لي تعليق إيجابي حبيبتي، ربي فرحك إن شاء الله دنيا وآخرة. الآن نروحوا للنوع الثاني، راح نخدموا المعينات. شوفي أختي هنا قلت لك لا ما تعجنيش العجينه تاعك، ما تعجنيهاش اختي، طميها برك، طميها كيما تخدمي الصابلي، اخدميها حافظي عليها، طميها اختي. ومن بعد ديريها كشغلي حربوش خشين. هاكي شايفه اختي انا العجينه ما تقطعت لي ما والو، راهي سوبل تهبل هكا. افتحيها شقيها من الوسط ووسعيها من الداخل. شوفي كيف راني نوسع، نجبد من الداخل ماشي من الفوقه، يعني افتحيها مليح بحيث انك تدخلي فيها الحربوش هذاك نتاع الغرس. هاكي شوفي انا الحربوشه تاعي هنايا جاني شويه كبير عليها، راح نقص منه عادي. اخدمي في غرضك خيتي، واحد ما راه يعني يزرب فيك ولا، وما تخافيش. الا راكي مبتدئه ما تخافيش، نورمال، ما كانش لي زاد من كل شيء، مهما تعلم كل شيء، ورانا كل تعلمنا غير بشويه، كل غلطنا مره وزوج وثلاثه حتى نتعلموا. هاكي تشوفي خيتي هنايا لميها مليح، اجبدي من الجوانب من تحت. هاكي شافتيني انا نجبد من تحت مانيش نجبد من الفوق، وطميها بالبيان وزير عليها بيدك شويه هكا باش يخرج الهواء كامل اللي راهو الوسطى. نوصيك اني ديما نقول لك فيها ما تخليش الهواء اختي. واحكمي ديريها حربوش، طوليه شويه، يعني على حسب السمك اللي تحبيه، وعلى حسب السمك اللي تاع الطابع نتاعك، يعني كاين طابع كبير وطابع صغير. انا هنا الطابع تاعي متوسط، وصلت للسمك هذا، السمك المطلوب هذا. هاكي شايفاني وريته لك بالموس هكا باش تعودي عارفه. وجبت الطابع نتاعي وبديت نطبع. لضي اختي هنا لضي لضه مليحه، ما تهابيش، راهو ما يخرج لكش الغرسه تاعك، لضي لضه مليحه يعني باش يتطبع لك بالبيان. الا ما يطبع لكش راهو ما يخرج لكش من بعد كي يطيب. هاكي تشوفي. ونحي العجين اللي يخرج لك كي تلضي، يعني يخرج لك واحد العجين هكا زايد، نحي اختي بالموس. انا هنايا الموس تاعي مكسر اللي نخدم به
نحي يا اختي ومام طون ريقلي الحواف هذيك، يعني رطبيهم بالموس، ما تخليهمش هكاك شغل تقطعي وتخليه، لا لا، كيما شفتي اختي نحيهم هكا ورطبيهم مليح بالموس نتاعك ولا اي اداه عندك حنونه هكا. واحكمي بعد ما تكملي قطعي الحبيبات نتاعك، قطعيهم وقطعيهم مليح وما تخافيش وما تهابيش. ودوكا نحطهم في البلاطو كما يقولوا نوجدهم باه نطيبوهم. اختي في هذه الاثناء اختي تعودي ديجا راكي مشعله الفرن تاعك يسخن، يعني ما تشعليش يعني بعد ما تكملي راكي ديجا مشعلاتيه ودايرتيه في اقصى درجه يعني، وتخليه يسخن بيان باسكو المقروض خيتي راهو لازمتلو درجه حراره عاليه. وكي تحطيه يطيب حطيه في الوسطاني يعني باش يطيب في غرضو، اممتو على درجه حراره عاليه وفي غرضو هكا. كي يطيب لك من تحت شعلي عليه من الفوقه يطيب يعني ثاني مليح من الفوقه، ثاني خليه الوسط ما تبدليلوش بلاصتو. هاكي تشوفي اختي كيفاه جاو الحبات هايلين ومطبوعين وبالطبع وعلى حبه كيما راكي تشوفي خايتي. وهذوك اللي بقاو لك هنايا ما طيشيهمش، نحيهم برك، يعني اللي جاتك ماهيش معدوله نحيها، رجعي الغرس مع الغرس والعجينه رجعيها مع العجينه ونعاودو نخدموها عادي. يعني ما طيشيش، هذه نعمه ربي ما تطيش وديجا ما فزدتش على حتى نطيشيها. هاكي تشوفي اختي هنايا كيفاه جاوني الحبات هايلين. انا نكمل الحبات نتاوعي كامل وراني نحطهم يطيبوا ومن بعد نلتقوا. هنايا هاني حطيتهم يطيبوا في الوسطاني كيما قلت لك، وشعلت عليهم من تحت وكي طابوا شعلت عليهم من فوق. والان راح نعست لهم وهم سخونين، عست ليهم كيما يقولوا التعسله الاولى شهريهم. جبت انايا العسيله نتاع المرجان هذه وسخنتها شويه وخففتها بماء الزهر. لازم تكون الخلطه هذه العسيله تعود بارده والمقروض نتاعك يعود سخون، ولا الا ما وفقكش الوقت هكا تعود العسيله نتاعك بارده والعسيله نتاعك سخونه والمقروض بارد، يعني لازم وحده بارده ووحده سخونه هكذا باش يشرب مليح. الا يكونوا في زوج سخونين ولا في زوج باردين ما راحش يشرب اختي. عس ليهم غير تعسيله خفيفه هكا ونحيهم هكا باش شغل ما يبردولكش يابسين برك. وكي تعودي راح تقدميهم في طبق التقديم ولا حتحطيهم للضيافه تاعك ولا حتاكليهم انتيا واهل دارك، عس ليهم تعسيله ثانيه بعسيله تكون ثقيله نوعا ما. انا هنا والله يا البنات غير عسلتهم غير التعسيله الاولى هذيك شغل انا حنخبيه، انا مازال مش حنستعملو. قلت نوري لكم حبات تشوفوهم كيفاه راهم. شوفوا حبايبي كيفاه جا مرمل على حبه، ولا فاغت هذيك كيفاه جات كامله يعني فيه كامل وجهشيش وطري ومعسل، يعني والله غير هايل. انا نكمل في الفيديو نستنى برك وقت نبدا ناكل. إلا عجبتكم الوصفة حبيباتي ولا شفتوني نستاهل الدعم ما تنساوش خلوا لي جام واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وشاركوا الوصفة مع صديقاتكم هكذا باش يوصلكم كل جديد. سلام.